زاد احيد السلعة. الو حامل داخل الدعوي. الموتور يتلاح والمطر والله اكبر. لا اله الا الله. السبب الفيضان اللي واقع حاليا في اسفي وفي المغرب في تطوان، السبب ديالو هو البنية التحتية ما مصلوحاش. باش نكونوا واضحين ومتفاهمين، البنية التحتية المغرب كامل ما مصلوحاش، خصها تعاود تصلح من جديد، يعني خصها من جديد قبل ما فهمتيني يفوت الفوت. قبل ما تنظموا كأس العالم نظموا بعدا البنية التحتية، صلحوها هي الأولية. من طنجة للقويرة خصها تصلح البنية التحتية، ماشي غير في أسفي. طنجة العرايش الرباط كازا المغرب كامل خصها البنية التحتية ديالو ما مصلوحاش، كاملة مخشوشة. فهمتيني عليا؟ الأرض كيتشقوا الشارع هاد اليومين تشق في الحومة تشوك الشارع كيدوزو فيه الطونوبيلات تشقوا تنفخ رجعت فيه كودية. البنية التحتية ما مصلوحاش. البنية التحتية هاد الفيضانات اللي كيوقعوا كما كنقولها وكنعاودها، والله الا الاخوان البنية التحتية هي السبب ديالها. فالمرجو التدخل، هاد الناس هادو اللي كيصلحوا هادشي هذا يعاودوا يصلحوا هادشي من جديد، حيت هادشي البنية التحتية راه ما مصلوحاش وخصها تصلح. فكنتمنوا في اقرب وقت ممكن يجيو يصلحوها. فإلا ما تصلح هادشي راه يوقع اكثر من هيدا. راه فهمتي غينوض شي فيضان المغرب غيغرق بكمالو. شكون اللي غينقذنا؟ شكون؟ نصارى اوروبا شكون اللي غينقذونا؟ يجيو اوروبا بالتراكم ديالها. تخيلوا معايا الاخوان المغرب بكمالو غرق. اسف يا صاحبي الله يصبر داك الناس رخا. والله الجامع السمعة الجامع غرقت ما بقاتش كتبان مرة. 3 طبقات ديال عمرو بالما مبقاوش كيبانو مرة. بنادم ماشي باطير راه فوق الماء بحال اللي ماشي حارق. الله يا خاوة ديالي شنو هاد المشكلة؟ هادشي هذا إلا ما تحلش هادشي هذا سبحان الله وربي كيف ضاع هادشي هذا. هادو اللي ما صلحوش البنية خصهم يعاودو يصلحوها بالآخر، خصها تصلح. حيت إلا بقات هاد البنية التحتية ما مصلوحاش غيوقعو فيضانات. والسبب ديال الفيضانات كما كنقولها ونعاودها وهي البنية التحتية ما مصلوحاش وخصها تصلح. فإلا ما تصلح هادشي فيما طيح الشا فيضان في المغرب وشي نهار غادي نغرقو كما كنقولو نعاودها. المغرب غيغرق. تخيلوا معايا المغرب غيغرق بالديور ببنادم بكلشي. الدار ديالك تراه ما عندك ما تخرج الا مشديتي شي دقيقه تغرق في دارك. تدخل عليك الماء في وسط الدار عاود تبقى تعوم في وسط الدار يا بلا قادر بالو تاع الداخل هو في الدروج فوق الماء هذا. الله يحضر السلامه يا ربي الحبيب. هادشي هذا ما كيبشرش بالخير الاخوان حق الله. فكنتمنى تبارطاجيو هاد الفيديو هذا. عمري قلت لشي واحد بارطاجي الا كنتي تينا ولا هو ولا هي ضرب كومونتير وهذاك جمجمو اخوتي باش الفيديو يوصل للمسؤولين اقرب وقت ممكن يجيو يصلحوا البنيه التحتيه باش ما يبقاش يوقع فيضان. حيت الا ما تصلحتش البنيه التحتيه دائما غادي يوقع فيضان وغادي نغرقوا. فالمغرب خطر. واش عيدها ننظموا كاس العالم؟ كيفاش بغيتو تنظموا كاس العالم وانتوما البنيه التحتيه ما منظمينهاش؟ ضروري تنظم. الا ما تنظم هادشي البنيه التحتيه ما صلحتوش البنيه التحتيه ما غاديش تنظم هاد كاس العالم على ما اظن. حيت نتوما كتشوفوا شنو اللي واقع. فيضان السبب ديالو البنيه التحتيه. وصلحوا هاد البنيه التحتيه باش تنظموا هاد كاس العالم. دابا النصارى يبقاو يضحكوا علينا
إلا كضحكوا فينا غير نصارى بالرجولة، حنا المغرب أحسن بلد في العالم، أحسن دولة في العالم هي المغرب، ولكن ما تحشموناش مع النصارى، بقاو يضحكوا علينا الأجانب، راه يبقاو يتشفوها فينا، تبارك الله يقولوها فينا مزيانة، يقولك شوف المغرب البنية التحتية ما نصلحوهاش والفيضان كيغرقوا القوادس ما مسرحينش، جابو على القادوس سرح القادوس مكانش يسرح القادوس الناس صغار شحال هادي هاد الفيضان وقع في أسفي شحال هادي، ودابا وقع كتار وباقي يوقع الفيضان ماشي غير في أسفي، في تطوان، في طنجة كيوقع، في العرايش، المغرب كامل البنية التحتية ديالو ما مصلوحاش، فينكم موالين البنية التحتية نوضو تخدمو على راسكم عاودو هادشي صلحو رانا قوادس كبارين، خصكم تعملو قادوس الرمون كتدخل فيه ميوقع على والو، فهمنا داكشي يكون صافي ما كيدخل وكيخرج باش ميوقعش الفياض، مهما البنية التحتية ما مصلوحاش يوميا فياض فين ما طيح الشجا غنغرقو، وإلا غرقنا في هاد المغرب شكون اللي يجبدنا؟ الأجنبيين يجبدونا، شكون نتينا هو أولا هي، هدروا معايا أنا كنهضر بالعربية، فهموني وفهموا الهضرة ديالي في مشى، السبب دهادشي كامل أنا كنقولها وكنعاودها وكنزيد نكررها وكنزيد نوضحها، الله يرحم الوالدين وهادي الهضرات الصح وهادشي هذا خصو يتبارطاجا، هادشي ماشي الضحك ما فيه كيبشر شي بالخير، هادشي ما فيهش اللعب، راه الناس غرقت، بلادها غرقت، وباقي غنغرقو حتى حنايا إلا بقيتو البنية التحتية ما مصلوحاش والله حتى نغرقو بربي وأنا كنحلف عليها حتى نغرقو، والله حتى نغرق المغرب غيغرق، غيجيو مورانا النصارى بالهليكوبتيرات والطياير، بنادم يبقى حاير، إيوا عاملة تبقى تصاير دياسك مصيبة وصافي الله يحفظ ويسلم، يا ربي السلام، والله إلا كتخايل المغرب غرق، حنا غرقنا غيدخلو عليك الماء من الدار، سدو الطاقة، غلس الطاقة بصح يدخل عليك الماء وغتغرق في وسط الدار كتبقى تعوم الناس كتعوم في وسط الديور العادة والناس غرقات في وسط الدار ديالها، السبب دهادشي كامل الفيضان، وإلا وقعت شي فيضانة كبيرة يلاه يحفظ مع الله يسر، إلا طرطقو قوادس وعاد البنية التحتية ما مصلوحاش أو بدا كيبان العربون من دابا، دابا إذا ما نوضتوش تحركتو عوضتو صلحتو هادشي جالي دغيا قبل ما تجيك 2030 دغيا إذا راه ما يتنظم شي كأس العالم راهي تنوض في فوضى، كلشي مخرب بنية تحتية مخربة، مصيبة، يا ربي السلامة، واش الناس كتزيد النصارى كيتقدموا حنا كنزيدو نرجعو للور، تخيل حنا في 2025 ولا 26 أوروبا الأجنبيين كيتقدموا حنايا للخرا ديما مأخرين، فيا خنتنظمو فيا خنتقدمو، أولا البلاد اللي فيها متقدم عمرها تقدم، اللي كاين يبنيو هالدم تحرف لك معاهم حتى فين تخدم، وبلا ما نبقى نهضر ونبرقل، صلحو بنية تحتية هي الأرض القوادس الطريق ما مصفياش قوادس مغلوقين صفيوهم، عاودوها بنية تحتية من جديد، صلحوها فهمتيني باش ميبقاش يوقع الفيضان، باش الناس ما تغرقش، باش الطونوبات ميغرقوش، الديور ميغرقوش، الشعب تا هو ميغرقش، راه فهاد الفيضان في أسفي راه الناس غرقات الناس ماتت، الناس مشات لها رزقها بهاد الفيضان، بنادم رزقو هرب داه الماء داتو الحملة، إيوا باش عيدا نعيشو، إيوا الله يرحم الوالدين كنطالبو أقرب وقت ممكن تصلحو البنية التحتية من طنجة للكويرة هادشي كامل خصو يتصلح خصو يتعاود بالتصليح باش إن شاء الله ميوقعش شي فيضان في بلادنا وإن شاء الله باش ننظمو كأس العالم، فإلا بقى هاد الفيضان هيدا وهاد فهمتي إلا بقى الفيضان هيدا راه ما غيتنظمش كأس العالم، بنادم يكون كيغرق حتى النصارى وخافو يجيو للمغرب عندك يغرقو، شكون اللي غيجبدهم؟ مكاينش اللي غيجبدهم، إيوا شكون اللي غيجبدنا حنا إلا غرقنا، حنا في خطر ولا حول ولا قوة إلا بالله، صاحبي حسبنا الله ونعم الوكيل، وحنا أحسن دولة في العالم، أنا كنغير على بلادي وما عاجبنيش هادشي اللي كنشوف في الوطن ديالي، أنا كنغير على الوطن ديالي وعلى البلاد ديالي وعلى الملك ديالي والشعار ديالي ديما الله الوطن الملك، حب من حب وكره من كره، أنا هادشي هذا ما عاجبنيش في بلادي، أنا واحد الإنسان كنغير على البلاد ديالي، كيعجبنيش نشوف خوتي مسلمين كيغرقوا، البنية التحتية ما مصلوحاش، بنادم ما منظمش راسو وباغي تنظمو كأس العالم والروينة واقعة
ديما مأخرين، الناس كتقدم، الأجنبي كيتقدم وحنا الخارا، علاش حنا منسبقوش النصارى نتقدمو؟ والو عمرنا نتقدمو كيبان لي أخي، الله يحفظ مع الله يسر أخوتي، اي والله أنا كيبان لي المغرب بكمالو غرق، نحنون غرق لوك 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 لوك، وإلا غرقنا موتنا الله يرحمنا، هادشي اللي كاين. شني نصارى يضحكوا علينا، يقولك شوف المغاربة صالحين شي تا البنية التحتية، قالك باغي ينظمو كأس العالم، غيبقاو يستفزونا، يبقاو يضحكوا علينا، يبقاو يقولوا لنا حنا خافوا نجيو عندكم نغرقوا فياضا، نتوما ما صالحين شي بنية تحتية، يبقاو يعايرونا، إيوا بشي حشومة، كتخليو براني يهدر علينا ويضحك علينا، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. كنتمنى تبارطاجيو هاد الفيديو ماكسيموم دو بارطاج في الواتساب، انستغرام، اللي عندو شي صاحبو شي جروب شي صيفط، ايوا هذا هو الواقع اللي خصنا نهضرو عليه، اولا الهضرة الصح كتبقى الصح، أنا فيكم ملي كنصح واللي ما عجبو كلامي غير يتلح، تحياتي.